السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الغدا كان بتاعنا سهل وبسيط وخفيف، وزي ما انتوا شايفين معايا كده جبت حلة على النار. ايوه، حلة على النار وحطيت فيها حبة زيت بقى فاتح، زيت غامق، اللي موجود عندكم حطوه عادي يعني. وزي ما انتوا عايزين تحطوا سمنة بس كمان حطوا براحتكم، اللي يحب حاجة يحطها. انا بحط بالمعلقة الخشب، مش بتطلع مني السمنة، كانت في التلاجة حطها على الرف يعني، فكانت متجمدة شوية، فانا حطيت السمنة بالمعلقة العادية، وبعدين نزلت كل السمنة منها وسبتها على النار تتقلب. وبعدين جبت بقى بصلاية وقطعت البصلاية كده زي ما انتوا شايفين. يعني لما بكون بصلاية واحدة ما بحبش ان انا احط الكبة بقى وافرم واحط واعمل، لا لا لا، بتكون سهلة وبسيطة وسريعة كده معايا، ما فيهاش اي تعقيدات. بخرطها كده على ايدي بسرعة بسرعة بسرعة، احاول تبقى كلها قد بعض كده او سوا بعض، يعني على قد ما نقدر، مش شرط يعني تكون مظبوطة. في ناس بتعرف تقطعها على ايديها مظبوطة، وفي ناس لا. يعني في ناس بتستسهل الكبة، انا لا، مش بستسهل الكبة، انا بستسهل ايدي. كبة بقى لسه هوسخها ولسه هعمل لنفسي مواعين، وزي ما احنا اتفقنا احنا راجعين من غير مواعين، يعني نعمل اكل كفاية اللي احنا بنطلعه من الاكل. هنعمله، هنصبنه، مش هنسيبه طبعا، بس في حاجات بتبقى اولويات يعني نوفر على نفسنا الوقت والمجهود عشان نبقى قادرين نعمل حاجات تانية. الدنيا جاية صيام بقى والواحد مش قادر. في ناس بقى بتحب تفرز البصل، انا مش من هواية الموضوع ده خالص. في ناس بقى بتحبه بقى كده. جبت هنا بعد ما شوحت البصلة، جبت هنا البسلة وشوحتها عليها، شوح شوح شوح، قلب قلب قلب. دول كمان حبة بسلة كانوا عندي من الاول، زي ما انتوا شايفين كده لونها ايه بقى، اخضر وجميل. هنا في المرحلة دي بقى المفروض كنت هحط بقى ايه، الرز. لونها كان جميل، بس انا ما حطيتش الرز بقى هنا، استنيت شوية وحطيت الرز. كان ممكن في المرحلة دي تقدروا تحطوا الرز، بس انا بقى حطيت معاه فص توم مفروم او توم صحيح، براحتك، المتوفر عندك حطيه. ده كان عندي توم مفروم، انا استسهلته. ممكن ما تحطوش توم خالص، ممكن ما تحطوش بصل، ممكن تحطوا بسلة بس، تحطوا بدل البسلة تنفع فاصوليا، بس ما اعتقدش يعني تنفع حاجة تانية يعني. معروف رز بالبسلة، ولو رز بسمتي هيبقى احلى واحلى. لو رز بسمتي هتغلي مية كويس، وبعدين تحطي التوابل كلها، مش لازم تشوحيها التوابل، حطيها نية وحطي عليها الرز وحطيها بطريقة تانية. يعني في الرز البسمتي تختلف عن دي حاجة بسيطة، بس توابل الكبسة بتحطيها فيها يعني. زي ما انتوا شايفين سهل وبسيط خالص، مفهوش اي تعقيدات. انا كده بقى هغطيه واسيبه يتكتك كده مع نفسه شوية. البصل بالبسلة كده، انا كده ما ضفتش اي حاجة، حطيت بس معلقة حوالي كده، معلقة توم صغيرة، ومعلقة فلفل مهروس احمر صغيرة، واحط الفلفل. انا هنا مش عايزة الفلفل يبان، انا عايزة الفلفل يديني طعم، فالفلفل هقلبه لغاية ما يدوب، عشان العيال عندي مش بحبوا الفلفل. لو انت حابة الفلفل تزهريه شكلا وطعما، ازهريه من على الوش، يعني اما تيجي الرز يتشرب تحطي الفلفل كده ترشيه على الوش وتغطي بس خلاص. وانا بقى شوحته كده لقيته يعني خلاص، البسلة ده ابتدت تدخل في السوا. حطيت عليها الفلفل وقلبت، وحطيت عليها البصل، الفلفل الالوان الاول، فلفل اخضر، بعد كده فلفل الوان. حابين تحطوا الاتنين مع بعض، البصل والفلفل، وتشوحوه ني في ني، اعملوا كده براحتكم، دي حاجة بترجع له. بس انا عشان ندى مش بتاكل البسلة خالص، فانا عملت بالطريقة دي. بس المفروض البسلة بيكون لونها اخضر شوية وتكون مصحصحة كده. ندى عندي مش بتاكل البسلة، فانا عملتها بالطريقة دي. حطيت البسلة تتشوح، وحطيت عليها فص الثوم، وحطيت عليها مكعب مرق، وحطيت عليها معلقة كزبرة،
وحطيت عليها فلفل اسود على الرز، يعني كل الخلطة ما فيهاش اي حاجة غير فلفل اسود بس، فلفل اسود وكمان ملح. كنت حاطة الاول كزبرة وحاطة مرقة دجاج، حابين تحطوا اي حاجة تانية، قرفة، حابين تحطوا اي حاجة تانية براحتكم، اللي تحبوه حطوه. لسه بقى هشرب الرز عشان يستوي. انا هنا عندي كيس شوربة، وكيس الشوربة ده كان مجمد، فانا هحطه كده هو مع نفسه هيسيح. فطبعا كنت في خناقة مع كيس الشوربة عشان يفك، فطبعا مش راضي يفك، فقلت بقى اسيبه بقى زي ما هو، وهو في الشوربة ايه هيفك كده مع نفسه. كان المفروض بقى انا فككته في الميكرويف، بس انا كنت مستعجلة بقى عشان الحق اخلص الاكل كله في وقت واحد، عشان الكتاكيت كانوا جعانين، وطبعا كان عندي حد، فقلت ايه بالمرة ايه اعمل الاكل بسرعة عشان اللي يقول جعان يبقى الاكل جاهز. وعملت كمان بطاطس، قطعت البطاطس كده سريعا وحطيت في طاسة كبيرة عشان اخلص على طول. بطاطس بالطريقة دي بتكون حلوة جدا، ما بتخسش معاكي خالص، ولا بتكون ناشفة، ولا بتكون طرية، وزي ما انتوا شايفين. البطاطس انا حبيت اوريها لكم ان هي بطاطس زي اي بطاطس عادي يعني. بطاطس دي يعني متقطعة حجم وسط، مش تخينة قوي ومش رفيعة قوي. وهنا الرز زي ما انتوا شايفين برضو ايدي فيه بقلبه. و هتشوفوا بقى دلوقتي انا هعمل ايه. البطاطس بعد ما اطلعها، لا هي لسه هتكون على النار بتستوي تقريبا، لسه هتكون على النار. ورحت بقى طلعت البطاطس انا مع نفسي، طلعتها نص سوا، بطاطس طلعتها نص سوا. جبت بقى طاسة، جبت جريل، جبت حلة، جبت صينية، اي حاجة اللي موجود عندك تجيبيه. انا جبت الجريلا، بحب اعملها يعني سهلة يعني، وبعدين بتبقى سهلة معايا في التنظيف غير الطاسة. اللي عنده يستعملها، اللي مش عنده براحته. اللي عنده جريل شوي يستعملها براحته، اللي عنده اي حاجة بيشوي فيها برضو تنفع. اي حاجة تنفع، ما تعطلوش نفسكم. تقدروا تحطوا فحمية وتغطوها، بعد شوية تعروها وخلاص على كده. هتشوفوا دلوقتي انا هعمل ازاي. الطاسة ما حطيتش الجريل، ما حطيتش فيه اي حاجة خالص، ولا نقطة زيت ولا اي حاجة خالص، ما حطيتش بجد اي حاجة. هتشوفوا دلوقتي سهل قوي وبسيط، مفهوش اي تعقيدات خالص يعني. اول ما ابتدى يتشوح انا ايه ابتديت اهز الجريل. بوريكم ده اللي كنت عاملاه، فرسته ووريته لكم. بوريكم بقى اللي انا شلته بقيته من غير بقى ما احط فيه عصيان الشيش طاووق. انا كنت حطاها سليمة، كسرتها نصين عشان تطلع على قد الجريل عندي وتكون مقاسها حلو. لو ما كسرتهاش كنت هحط بالعرض بس، مش هعرف احط جنبها حاجة تاني، كنت استنى لغاية ما تخلص وارجع احط تاني، يبقى واحدتين او 3 بس كده في النص، وهتاخد وقت كبير. فقلت اكسرها تسهل عليا. برضو عملتها قبل كده وكنت كسراها كده بنفس الطريقة برضو. هنا اول ما اتشوحت انا حاساها لسه برضو ايه مش مستوية، وانا مستعجلة عليها، مش عايزة اقعد اشوح والطاسة برضو مليانة. رحت قلت لا، انا هحط لها حبة مية عشان خاطر ايه تتحرك معايا كده بسرعة، وفي نفس الوقت تكون متحمرة وتكون مستوية زي ما انتوا شايفين كده. يكون معايا البطاطس محمراها وطلعتها، يدوبك شدت كده ومسكت نفسها وطلعتها وركنتها. وعقبال ما احضر السجق واكمل بقى الحاجات اللي انا عايزاها في الاكل، هطلعها تكون احمرت بقى جامد وبقت شكلها حلو. والسجق بتاعي هنا اهو قريب عليكم. يا رب بس يكون واضح ليكم الاكل والغدا بتاعنا النهارده عشان يناسب وجبة فطار. تقدروا تعملوا المكونات دي كلها كوجبة فطار او غدا. وكل سنة وانتم طيبين.